السلام عليكم. ابو ياسر يسلم عليكم. اليوم رجعنا له الحمد لله، كملنا القصه. سوينا له قصه مرتبه حتطلع على قناه الفلوجه، تشوفوها اليوم الساعه 8 باذن الله. اذا لحقنا قدرنا نرجع بخير وسلامه، اذا ما قدرنا على باكر. ابو ياسر تعبتك البارحاني؟ لا والله ما تعبت. ما احرجتك بالله عليك؟ لا والله كل شيء الله يحفظك الحمد لله. كلمة توجهها للناس اللي شافوك البارحة، هواي ناس انغثت عليك والله، شو تقول لهم للناس؟ والله ما ادري. شلون؟ ما ادري شو اقول لهم. زين، شو تقول للحكومة؟ الحكومة والله زين ما اعرف شو اقول لهم. الله يرحم الراحمين. أمنيتك اليوم شنو؟ أمنيتي والله ما عندي. أمنيتك شنو أمنيتك اليوم؟ اليوم أمنيتك أنت اليوم شنو أمنيتك؟ اني ابقى اشوفكم. شلون؟ اني ابقى اشوفكم. الله يرضى عليك دنيا وآخرة، الله يسلمك. زين ليش؟ والله اني احبكم. الله يحفظك يا رب. وردة أنت. طيب منك أنا ما شايف. عندك أمنية ترجع لديرتك؟ هذه الأمنية الأولى بحياتك؟ أهم أمنية شنو هي أهم أمنية؟ ارجع على بلدي، على حديثي. على حديثة. شو تقول للحديثة؟ باوع هنا. شو تقول للحديثة؟ يلا حاكيها تسمعك حديثة يا أنا، شو تقولها؟ والله هنا شو تقولها؟ شو تقولها الحديثة يلا؟ قولها كلمة. والله ما ادري شو اقول لها. أي شيء. حياتي. أي. حاكيها ديرتك، حاكي ديرتك، شو تقولها ديرتك؟ اقول يعني ديرتي شلونها، شلونكم انتم، صحتكم زينه. الله كريم. ابو ياسر انسان بسيط جدا، طفل مؤدب جدا، هادئ جدا، خلوق جدا لابعد حد. ما يعرف يعبر عن المشاعر اللي تدور بداخله. وابو ياسر حرك مشاعر كل العراقيين من البارحه لليوم، وتجاه النازحين وتجاه قضيتهم وتجاه مأساتهم. ويا رب ان شاء الله تبقى الهمة عالية في إغاثة النازحين وإعانتهم يا رب. شكرا جزيلا لكل من تعاطف مع ابو ياسر. الله يجزيك خير. يحفظك.